السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا كده نعمل مع بعض شوية جيلاتي كده او ايس كريم جميل كده. في الحر اللي احنا فيه دوت، يعني متهيألي انسب حاجة حلوة نعملها هي الايس كريم. وهنعمله يعني يعتبر اقتصادي. اللهم صل على سيدنا محمد. مقاديرنا مش كتيرة، بس عايزة اقول لكم يا جماعة لو سمحتوا خلوا المشاهدة مش اقل من يعني 3 دقايق، على الاقل 3 دقايق 4 دقايق، والله انا بشاهد اكتر. واللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة يشرفنا كده بجولة في القناة، ولو حس ان محتويات القناة كويسة يشترك معانا. ويشرفنا كده بحضوره، واللهم صل على سيدنا محمد وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصل له كل جديد. وحبايبنا اللي معانا ما ينسوش اللايك. مقاديرنا كلها هي اللي انتوا شايفينها دي. ده لتر لبن او كيلو لبن او حليب زي ما بيقولوا. اللهم صل على سيدنا محمد. دول معلقتين كاكاو، ودي معلقتين كبار جيلاتينا، ودول برضو معلقتين كبار كاكاو. اللهم صل على سيدنا محمد. كوبايه الا ربع من كريم شانتيه. انا كوبايتي كبيره شويه، يعني انا المج بتاعي كبير شويه، فانا حاطه كوبايه الا ربع. وبرده هنا كوبايه سكر منقصاها شويه، بس السكر بحسب الرغبه، ممكن تزودي ممكن تقللي زي ما انت عايزه. والفانيليا والجيلي ده. وطبعا مش هاخد الباكو كله، مش هحتاج الباكو كله، بس هنشوف هنعمل ايه. ومعايا شويه ميه عشان ادوب الجيلاتينا. هنبدا. اول حاجه كنت عايزه اقول لكم ان الحليب ده يعني اللهم صل على النبي، حليب يعني دسم بسم الله ما شاء الله. يعني انا بجيبه من واحد انا عارفاه. طبعا ده انا كنت غاليه وحطاه في التلاجة، بس بالوش بتاعه، يعني القشطه بتاعته موجوده فيه زي ما هو، عشان يدينا كده، يعني يدينا دسامه كده وطعم جميل. يعني لو هو عندك لسه شارياه، اشتغلي بقى على طول زي ما هو. لو غاليه وحطاه في التلاجة ما تشيليش من عليه الوش بتاعه، عشان يبقى غني كده ودسم وجميل. اول حاجه هنعملها عشان ما اطولش عليكم، اول حاجه نعملها هندوب الجيلاتينا. نحط شويه ميه كده قليلين في شويه ميه قليلين وندوبه، عشان بس ما اخدش من وقتكم. هو بياخد وقت في انه يعني يشتغل ويبقى كويس، فانا هعمل فيه ايه؟ هدوبه. اللهم صل على سيدنا محمد. شويه ميه في شويه ميه كده، وبعدين ممكن احطه لو ما دابش معايا بسهوله، يعني ممكن احطه شويه في الايه، في الميكرويف، او احطه على حمام ميه، يعني احط حاجه فيها ميه تسخن واحطه فيه. بس هو يعني انا شايفاه بسم الله ما شاء الله داب بسرعه اهو. الجيلاتينا بنجيبها من عند اي عطار اهو يا جماعه. اشتغلت الجيلاتينا هي، سيحتها. هننزل بيها على اللبن، واللبن طبعا مش متلج عشان ما تجمدش فيه بسرعه. هننزل بقى بكل المقادير بتاعتنا. هننزل بالسكر، بالكريم شانتيه، بالفانيليا، وده الاساس بتاعنا، ده هيبقى الاساس بتاعنا. وده كده حبايبي بقى، بعد ما ضربته كده بقى الايس كريم، بس الايس كريم اللي هو السايل ده كده الفانيليا. هنقسمه بقى حسب ما احنا عايزين. نعرفه ازاي بقى كده انه يعني ضرب كفايه؟ بصوا ظهر المعلقه، شايفين؟ ده كده الايس كريم السايل. اللهم صل على سيدنا محمد. هشيل جزء منه اللي هو هيبقى ايس كريم الفانيليا. انا حبايبي قسمته على 3. اللي هو الفانيليا خلاص خلص، حطيته في قلب كيس. ده بقى الجزء ده هعمله، حطيت اللي هو اللي بالشوكولاته. حطيت له معلقتين الكاكاو دولت.
الكاكاو برضو اللي هو الشوكولاتة برضو ضربته كويس قوي وهعبيه في كيس. اخر حاجة بقى معانا النهاردة اللي هنعمله، الجزء اللي هنعمله بطعم الفراولة. وزي ما انتوا شايفين كده دريم ده حلو قوي، نوع حلو قوي. انا هحط عليه يعني عشان هو كمية مش كبيرة، احط عليه شوية كده عشان يديني الطعم، بس مش الكيس كله طبعا. وهضربه، ضربته بس زي ما انتوا شايفين كده اللون مش قوي. فاللي حبه كده اوكي، اللي حب يزود اكتر يعني بالنسبة للجيلي يزود، بس انا معايا الالوان الصحية ديت. احط كده نقطتين 3 عشان اللون يبقى جميل كده ويحبوا الولاد. كنت عايزه اقول لكم بالنسبه للكاكاو اللي انا مستخدماه والكريم شانتيه الاتنين خام، فعشان الكاكاو حطيته عليه على الايس كريم دوت، ممكن مثلا يخليه يبقى دلع سنه لو حد بيحبه يعني الحاجه حلوه، فممكن مع الكاكاو انت تحطي مثلا معلقه كبيره سكر كده. كده كويس قوي واللون بتاعه مناسب جدا. لو عايزه تغمقيه بتحطي سنه اكتر، بتستخدمي اللون الصحي اللي قلنا عليه دوت. هو طبعا يعني ما فيهوش اي ضرر. لو عايزه تزودي من يعني انت حره بقى، وممكن تعملي بالاطعمه اللي انت عايزاها. في كمان من الجيلي نوع ليمون كده طالع حلو جدا، بس انا ما عنديش دلوقتي للاسف يعني، بس برضو هيعمل لك طعم جميل جدا في الايس كريم. وزي ما انت عايزه، او بالاوريو، او زي ما انت عايزه بقى الاطعمه اللي انت عايزاها. اهم يا حبايبي التلاتة هما الفانيليا والفراولة والشوكولاتة. هشيلهم بقى في قلب الفريزر مش اقل من 6 ساعات، ادنى حاجة انهم يتحطوا 6 ساعات. وبعدين نشوف هنعمل ايه وازاي نعرف اذا كان الايس كريم بتاعنا ناجح 100 ولا لا. مع الايس كريم بعد ما بات ليلة بحالها في قلب الفريزر، ازاي بقى نعرف الايس كريم بتاعنا ناجح ولا لا؟ الايس كريم اللي مش حلو او اللي مش ناجح هو اللي لما بنفتحه بنلاقيه من جوه مجرش تلج كده، يعني جواه تلج. ده الايس كريم اللي مش ناجح. هنشوف بقى دلوقتي، هفكه كده عشان ما اخدش من وقتكم. وهنبدا طبعا بالابيض علشان مش كل شويه نغسل البوله اللي هنعمل فيها، فهبدا بالابيض. بصوا بقى يا جماعه، هو لسه طالع من الفريزر، ما سبتهوش ولا اي حاجه. بصوا جامد بس شويه، انما بصوا ما فيهوش تلج، ما فيهوش بصوا ناعم كده، ما فيهوش اي تجريش التلج ديت اللي بتبقى جواه. ده لما يكون الايس كريم فعلا حلو. اهو يا حبايبي قطعته كده شويه. هدخل بقى عليه بالمضرب كده، بس مش عالي قوي، بالراحه كده، شويه شويه بالراحه، هياخد طبعا وقت. بصوا يا حبايبي انا قطعتها، يعني قطعت الحتت كده بالمعلقه، صغرتها شويه وبعدين ضربتها. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 المطه، شايفين الايس كريم؟ يعني بسم الله ما شاء الله، طريقه روعه 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 روعه، هتنجح معاكي من اول مره. بس برضو انا عايزه اقولك على حاجه، يعني نصيحه يعني، الايس كريم عايز مضرب بالكهرباء. قصه ان انا اعمله في الخلاط وقصه ان انا اعمله بالمضرب اليدوي والحاجات ديت صعبه شويه. فيعني تهيألي يعني اللي ما عندوش مضرب بالكهرباء ما يفكرش يعمل الايس كريم، هيبقى صعب. بس شايفين المطه؟ شايفين يا جماعه؟ هعبيه بقى وهعمل الباقي بنفس الطريقه وبعدين نشوفه مع بعض. بصوا حبايبي اهوت، ضربتهم وحطيتهم في العلب، هغطيهم واحطهم في التلاجة لمدة ساعة في الفريزر يعني،
لمدة ساعة وبعدين نصبهم مع بعض ونشوف. يا حبايبي خرجوا بقى من الفريزر خلاص كده، يلا بقى نصبهم كده زي ما انتوا شايفين كده. نجيب طبق كده فيه ميه نبل فيه المعلقه ديت بتاعه الجيلاتي او الايس كريم. بس عايزه اشطفها. اهو يا حبايبي بعد ما صبيناه وزينه كده بشويه من الكراميل، وانتوا بقى تزينوا بالطريقه اللي تريحكم. عمل كميه بسم الله ما شاء الله، عمل كميه كويسه جدا، عمل حوالي اكتر من تقريبا 2 كيلو بكيلو اللبن، يعني حاجه كويسه جدا جدا وهيعجبكم قوي. جربوه واسمع رايكم في الكومنتات، وتصبحوا على الف خير.